يا درا كيكه كي دايره. يا درا قوام. شوفوا شوفوا شوفوا. تقولي على هاد الكيكه بلي ما فيها لا زيت لا سكر لا فرينه، تكذبي. لا صح، هاد الكيكه ما فيهاش كاع هذاك الشيء. هذه كيكه صحيه بامتياز. وما داك البنه، هذه البنه اش نقول لكم ما صراتش. نبدا الوصفه تاعنا بسم الله. جيبوا نص كيلو تاع التمر حب ولا هذا الغرس اللي نستعملوه تاع المقروط، وراحوا نديروا الوصفه تاعنا. نبداو عندي كاس حليب نديروهم في كاسرونه، نزيدوا له هذيك 500 غرام تاع التمر، نديروهم على نار هاديه مع الخلط المستمر. ومن يطلق هذاك التمر نروحوا مع الحليب، نبداو نمرسوا فيهم بالفرشيطه حتى نتحصلوا على هذا القوام. بعدها نخروهم ونبداو نطحنوا فيهم بالبراميكسور حتى نتحصلوا على البيري نتاع التمر كيما راكم تشوفوا. نطحنوا بهذه الطريقه، بعدها نخلوها على جهه تعتدل الحراره تاعو ونروحوا للمرحله الثانيه. لهنا جبت كاس لوز ونص كاس نتاع جوز. نقدروا نعوضوهم بالكاوكاو، ما كاش كاوكاو نستعملوا الشوفان. انا عطيتكم باش نعوضوهم. اهم مرحله انه لازم نطحنوهم مليح، لازم نطحنوهم مليح، يعني مش يعني تقريبا رايحين للغبره. وإلا كان عندكم هذاك الاشوار تاع لي زيبيس اللي يطحن لكم لدرجه يولوا لكم هذيك الغبره ولا رايحين هكا تقريبا زبده، اطحنوه. وبعدها نروحوا للخليط اللي رايحين نمزجوا فيه كل شيء. عندي ربع حبات بيض، نضيفوا لهم ملعقه صغيره من الفانيليا ونخلطوهم مليح سواء بالفوي ولا بالخلاط الكهربائي. المهم هذا ما راحش يحتاج خلط بزاف، يعني مش جينواز هذا. فقط نطلعوا البيض تاعنا شويه ونروحوا نضيفوا له داك التمر اللي وجدناه مع بعض، واللوز اللي طحناه مع بعض لازم نطحنوه مليح قلت لكم ووصيتكم. وبعدها نزيدو نضيفوا له هذاك ليكستري نتاع العسل او ذوق العسل، راح يعطينا ريحه ويزيدنا شويه واحد الذوق خفيف هكا تاع العسل. نزيدو نخلطوا كل شيء مع بعض حتى يمتزج لنا الخليط مليح. ونروحوا نضيفوا له كيسين من الخميره الكيميائيه، يعني كل كيس يوزن 10 غرامات. كيسين من الخميره الكيميائيه. وبعدها نزيدو نخلطو مليح. لهنا كملت فقط بالفوي وخلطت مليح حتى نتاكد انه ما بقات لي حتى كتله في الخليط تاعي. نخلط مليح وبعدها نروحو نجيبو المول تاعنا. انا استعملت هذا المول نتاع الزجاج، من الاحسن نستعملو تاع الزجاج اذا توفر عندكم في المنزل. دايما الاواني الزجاجيه ما رايحينش تندموا عليها، خاصه انها صحيه مش كيما هذوك تاع الحديد اللي رانا نشوفوهم يتباعوا واصلا يتصداو ويطلقوا واحد الالوان مش ملاح. كل ما توفر عندكم تاع الزجاج وما يعني من الاحسن. بعدها نضيفوا الخليط تاعنا غير بشويه وحنا نملسو. كل ما نضيفو كل ما نزيدو نملسو ونوزعوا الخليط في كامل الجوانب نتاع المول تاعنا. اخر شيء الوجه تاعو نملسوه بالسباتول اللي نحشوها في الماء ونزيدو نملسوه حتى يجينا مستوي وملس هكا. يعني نتقنوا العمل تاعنا. لازم هكا تكون الكيكه تاعنا شابه وعندها وجه شباب. بعدها نضيفوا لها من الفوق هذوك المكسرات الا كانوا متوفرين عندكم. انا ضفت لها شويه جوز ولوز هذوك اللي كانوا عندي، وراح يزيدوكم قو تاني الكيكه تاعكم كيما راكم تشوفوا. من بعد هذه الكيكه من تبرد تولي في القوام نتاع البراوني، والقو تاعها مختلف على كامل الكيكات اللي كنتو دقتوهم. كيكه شابه بزاف صراحه. انا بعد اول مره سيتها معاكم وما كنتش دايره في بالي رايحه تخرج لي هذه الكيكه في هذا البنه. بنه يا خوتي والله العظيم وحدها هكا، خاصه من تكون حاميه هكا تحسوها هكا الكيكه كيكه شتويه تاع خريف تاع شتا مع كاساتي. الله الله واش نقول لكم. سيوها ما رايحينش تندموا عليها. كما راكم تشوفوا هذا القوام تاعها تكذبوا باللي هذه الكيكه ما فيها لا سكر لا زيت لا طحين لا والو. جربوها كيكه صحيه تهلاو في عائلاتكم وكلهم اكل صحي. وهذه هي النتيجه. دمتم في رعايه الله وحفظه. في وصفه اخرى ان شاء الله.